وساحة البرج في بيروت لعشرات المثقفين والمتنورين العرب الذين ناضلوا من أجل التحرر من الاستبداد العثماني. وبعد تأسيس الجمهورية التركية قامت أجهزة الدولة بإخماد كافة الانتفاضات الكردية بالحديد والنار لترتكب العشرات من المجازر الجماعية بحق الشعب الكردي. وبعد قيام حزب العمال الكردستاني بحملة 15 آب عام 1984 قامت أجهزة الدولة التركية بشن حرب إبادة شاملة ضد الشعب الكردي، فقامت بحرق ونهب أكثر من 4000 قرية وقصبة كردية، وقامت بقتل الآلاف من خيرة أبناء الشعب الكردي من السياسيين والصحفيين والمتنورين على ضم الشمال السوري وشمال العراق إلى الأراضي التركية. ومع بدء قيام المطالبة بالديمقراطية استغلت الدولة التركية هذه الفرصة وتدخلت مباشرة، فتحت لهم معسكرات تدريب على الأراضي التركية ودعمتهم ماديا ومعنويا ولوجستيا النقاط والقواعد العسكرية للجيش والاستخبارات التركية. والكل يعلم بأن في المناطق المحتلة تركيا. ومن جهة أخرى تعتبر الدولة التركية بأن المناطق التي تحتلها هي مناطق آمنة، لكن هي في الأحرار الشرقية، وهذا يدل على أن الدولة التركية توفر أماكن آمنة. الشعب السوري من الطبيعي أن تكون للإمبراطورية العثمانية، للدولة العثمانية، للجهة الحاكمة في الأناضول، من الطبيعي أن يكون لها أطماع في هذه المنطقة، ومن الطبيعي أن تكون الأطماع متبادلة. العالمية اللي عم نشوفها روسيا وأوكرانيا، أصبح المجتمع الدولي أدار ظهره في بعض الأحيان إلى قضيتنا السورية. نحن كسوريين هذه الملتقيات وهذه الندوات ستجمعنا كلنا أبناء سوريا على طاولة الحوار. دوامكي بلكن بردوامكر أنا بشتري حمي نتاوي هني هذا قمعكرن هاتن قمعكرن هاتن إبادكرن وك نتاوين أرمني والكلاكي بنيجي قلب كرد شان دوان هنروان وهروها هذا المظلوم جبيلك ها بركض هات نشاطنا. فبتحاول اليوم تعيد ترتيب الملف السوري. طبعا السبب هو الأساسي هو اقتراب موعد الانتخابات، فنيتها بإعادة ترتيب الملف السوري. فشو كان النتيجة أو المفاجأة مباشرة من دون مقدمة؟ إن هذه الخطوة تأتي في طريق تقسيم سوريا. الهدف الوحيد للتقارب التركي مع هيئة تحرير الشام هو السعي للقضاء على الإدارة الذاتية المطبقة في شمال وشرق سوريا. وإن حصل ذلك فنحن على أعتاب حرب جديدة ستعود بسوريا إلى سنوات الحرب الدامية، وسوف تتجه البلاد إلى نفق مسلم. لذلك علينا أن ندرك جيدا بأن الدول القومية هي العدو الأول للمشروع الديمقراطي الوحيد المطبق في شمال سوريا منذ عدة سنوات. ناظر أساس داعش نصرة أو تشكيلات الإرهابي الذي يرعاه في إدلب وشمال حلب، وأيضا ورحت اللاجئين سابقا كان أردوغان يستفيد منها باستفزاز الغرب عندما يريد الضغط على الغرب يعرض هذه الورقة. لكن بعد الحرب الأوكرانية الروسية أيضا الغرب لم يعد يدعم موضوع اللاجئين في تركيا كما في سابق عهدها. يريد التخلص من هذه الورقة ووضعهم في الشمال الغربي لسوريا، ومستقبلا أو خلال هذه السياسة الجديدة يريد فتح صفحة جديدة مع سوريا وشرعنة الإسلام السياسي، شرعنة وجود الإخوان أو شرعنة. ورئيس الدولة التركية كل هذه الأمور تركيا تبذل جهودها. مثل ما قلت دور تركيا والتخريبي منا منتظرين من الخارج ليدعمونا في الحوار الداخلي. أمريكا استطاعت أن تحد من التقرب العربي السوري، كمان بإمكانها أن تحد من هذا التقرب. الاستدارة التركية من مصلحتها وتحت الضغط الروسي. كل هذه الأمور نستخلص أنه هذا التقرب هذه أردوغانية
إرضاء للتوجه الروسي في هذا المجال الذي يلغي كسب استراحة على إحدى الجبهات السياسية بعد تورطه على الجبهات العسكرية في أوكرانيا، وتشكل تركيا الممر الإجباري المتحدة وإصدار القرارات اللازمة لمحاربة الإرهاب وتطهير الأراضي من أماكن تواجدها. 6. المجتمع الدولي يطالب المجتمع الدولي بدعم الحوارات السياسية السورية وأهمية تمثيل كافة الأطراف السورية بهدف التوصل لحل وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 لتمهيد الأرضية لحل سياسي شامل. 7. ندعو قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي لتحرير كافة المناطق المحتلة من الاحتلال التركي ومرتزقته هيئة تحرير الشام والجماعات المسلحة الذين حولوا المناطق المحتلة إلى بؤرة للإرهاب. 8. كما ندعو الشرفاء الوطنيين من أبناء المناطق المحتلة إلى توحيد الصف والوقوف في وجه تمدد هيئة تحرير الشام جبهة النصرة السابقة لأنها تمثل وتنفذ طموحات الدولة التركية الاحتلالية. 9. إن التقارب التركي السوري لن يكون ورقة حل للأزمة السورية، لذا على الحكومة السورية عدم إقامة علاقات مع النظام التركي الداعم لهيئة تحرير الشام والعمل مع الشعب السوري بكل مكوناته لحل الأزمة السورية. 10. الدعم إلى تكثيف الحوارات الجدية بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية للوصول إلى الحلول الجدية لإنهاء الأزمة السورية. 11. المطالبة بإلغاء اتفاقية الحضنة الأمنية بين سوريا وتركيا. یا انجمن آسایش نافدولتی جبوک و زمین چارەسەری سیاسی و بالفرح ببرگرن. 7. ام بانگ لحزب سوریه دموکراتیک و پیمان نافدولتی دکن که همو هرم داگرکری جداگرکری ترکیه و چتین هیئت تحریر الشام و کومن چکدار یک که هرم داگرکری و گوهارن دنم قادة تهوره رزگار بکن. 8. هروها انبانك الولد باريزن برومت ان هرم داغل كري دكن كوب بنيك والهمبري بالفرح كرنا هي تحرير الشام جبهة النصرة يابري راستن جبالكو او تمثيل ضاخة زين دولة الترك او دايدر كابدكا وبيكتنا نيزيك بونا تركي سوري نابكرتا چارەسەری كريزا سوريا لما دبي حكومة سوريا تبيوانديان بريجيم تركيا را يا بوكشجري وهي تحرير الشام دكا تشيناكا وبقال سوريا را بهمو بكاتين ويرا بخابتا جبو چارەسەر كرنا كريزا سوريا. ده وخاندن جبو زيدا كرنا ديالوغن جديد نابرا رزبري خسر وحكومة سوريا ده جبو بجهجن چارەسەريين جديد آلوزي سوريا ده. 11. داخازی جبوب داوی کرنا هر پیمان ادنه یا اولکاری دنابرا سوریه و ترکیه ده. 1 1 1